في حل تمارين الأفعال الخمسة للصف الأول متوسط الجزء الثاني. التمرين الأول اختر من بين القوسين فعلا مضارعا مناسبا ثم أضبط آخره. أولا الأكل الكثير، المعدة يصلح لو يفسد، الأكل الكثير يفسد المعدة. ثانيا فراغ الثعلب الدجاج، يكره أم يأكل الثعلب الدجاج؟ يأكل الثعلب الدجاج. ثالثا المؤمن فراغ القيل والقال، يحب أم يكره؟ يكره القيل والقال. صلة الرحم، العمر تطيل العمر أم تقصر العمر؟ صلة الرحم تطيل العمر. خامسا الصدق فراغ الإنسان، يهلك الإنسان أم ينجي الإنسان؟ الإنسان الصدق ينجي الإنسان. إذا هذا حل التمرين الأول. التمرين الثاني أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هنا في الآية القرآنية الكريمة استخرج الأفعال الخمسة المرفوعة واذكر علامة الرفع. الأفعال الخمسة هنا تطمعون علامة رفعها ثبوت النون، لماذا؟ لأنه لم يسبق لا بأداة جزم ولا بأداة نصب. يسمعون ثبوت النون، يعرفون أيضا ثبوت النون، يعلمون ثبوت النون، كلها هنا أفعال خمسة مرفوعة بثبوت النون. المطلب الثاني لماذا حذفت النون من آخر الفعل أن يؤمنوا؟ هنا أن يؤمنوا لماذا حذفت النون من آخره؟ الجواب حذفت النون من الفعل يؤمن لأنه منصوب بأداة نصب اللي هي أن. هنا أن أداة نصب أن، وعلامة نصبه حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. هذا حل التمرين الثاني. هنا التمرين الثالث. المطلوب في التمرين الثالث لماذا حذفت النون من آخر الأفعال التي كتبت باللون الأحمر؟ الأفعال التي كتبت باللون الأحمر اللي هي تعبدوا. لماذا؟ لأنه منصوب بأن وهو من الأفعال الخمسة. الأصل مالته أن تعبدوه. تعتصموا أيضا لأنه منصوب بأن وهو من الأفعال الخمسة. تناصحوا أيضا لأنه منصوب بأنه وهو من الأفعال الخمسة. هذا أول مطلب. المطلب الثاني هات الأفعال الخمسة من الأفعال يرضى ويكره. يرضى يرضيان ترضيان، يرضون ترضون ترضين. يكره يكرهان تكرهان، يكرهون تكرهين. لننتقل إلى التمرين الرابع. التمرين الرابع استعمل أسماء الإشارة والضمائر الآتية التالية في جمل مفيدة مع الأفعال الخمسة في المثال الأول: هذان، أنتما، هاتان، أنتِ، هؤلاء، أنتم. أنتما تحبان أبناء وطنكما. هاتان تحبان أبناء وطنكما. أنتِ تحبين أبناء وطنهم. هؤلاء يحبون أبناء وطنهم. أنتم تحبون أبناء وطنكم. هذا حل التمرين الرابع. حل التمرين الخامس: رتب الكلمات المبعثرة واضبطها بالشكل. أولا إلاً بالاجتهاد ينال الطلاب النجاح. تكون الجملة الصحيحة: الطلاب لن ينالوا النجاح إلا بالاجتهاد. ثانيا يقرؤون كثيرا كتبا المثقفون يقرؤون كتبا كثيرة. ثالثا العالم يا قادة لا تستخفوا الشعوب بحقوق. يا قادة العالم لا تستخفوا بحقوق الشعب. خامسا يحرصان على تربية الأولاد. الوالدان يحرصان على تربية الأولاد. خامسا الشجرات تنمو وتورقان. الشجرتان تنمو الشجرتان وتورقان. هذا حل التمرين الخامس. التمرين السادس: استبدل الطبيب بالأطباء في الجمل التالية واكتب الجملة من جديد. تكون الإجابة: يجب على الأطباء أن يراعوا المرضى.
أن يلاطفوا المرضى ويخففوا عنهم الآلام ببشره، ويصفوا لهم الدواء النافع، ولا يطعموا في مالهم يطمع في مالهم، ويساعد الفقراء بعملهم ومالهم. هذا حل التمارين. انتهينا من حل التمارين للأفعال الخمسة. في أمان الله وحفظه.